هنقرا جزء من اصحاح 30 عدد 24. يقول الكتاب: 4 هي الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدا. 4 هي الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدا. النمل طائفة غير قوية ولكنه يعد طعامه في الصيف. الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر. الجراد ليس له ملك ولكنه يخرج كله فرقا فرقا. العنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك. 3 هي حسنة التخطي و4 مشيها مستحسن. الأسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحد. ضامر الشاكلة والتيس والملك الذي لا يقاوم. احنا هنكتفي بالجزء ده النهارده. الجزء ده مقسوم على جزئين، 4 حاجات من الحكمة اننا نتعلم منها، اننا نشوفها ونتعلم منها، و4 حاجات من الحكمة ان انت ما تشوفهاش او تتجنبها. 4 حاجات تشوفها تحاول تقرب منها وتتعلم منها. 4 حاجات اول ما تشوفها تلف وترجع تاني. تعالوا نشوف ايه بقى 4 حاجات. معلش عدد 30 عدد 24. 4 هي الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدا. 4 حاجات صغيرة جدا تبدو للإنسان إنها بلا قيمة لكنها مملوءة حكمة. إيه يا سليمان بتقول لنا إيه هم ال4 حاجات؟ النمل، الوبار، الجراد، العنكبوت. هنتعلم من ال4 دول. هنتعلم إيه؟ النمل طائفة غير قوية ولكنه يعد طعامه في الصيف. بصوا، النمل عارف كويس أنه لا يحتمل الشتاء. صعب جدا في الشتاء في البرد القارس إنك تلاقي نمل. في الصيف ممكن تلاقي النمل شغال وماشي، إنما صعب جدا في فترة الشتاء تلاقي نمل موجود. ليه؟ لأنه عارف كويس جدا أنه لا يحتمل الشتاء. طيب، هل المعلومة دي تفيد جدا النمل؟ دي المعلومة دي هي أحد ركائز حياة النمل. ولأنه عارف كويس جدا أنه لا يحتمل الشتاء فهو حياته تعتبر مقتصرة فترة الصيف. يعني هو في فترة الصيف يبدأ يعد طعامه لأنه عارف كويس إنه داخل فترة شتاء لن يعمل فيها. عارف إن في 6 شهور صيف هي دي حياته. بعد ال6 شهور الصيف هو عارف إنه هيدخل جوه مخبأه مش هيطلع لمدة 6 شهور. طيب، نتعلم إيه من النمل؟ نتعلم 3 حاجات. هنتعلم ايه؟ اول حاجه شغال على طول، هنشرحها بعدين. اول حاجه شغال على طول. تاني حاجه انه ذو اراده حديديه. تالت حاجه انه عامل حساب بكره. 3 حاجات. اول حاجه شغال على طول. تاني حاجه ذو اراده حديديه. تالت حاجه انه عامل حساب بكره. شغال على طول، ما عندوش وقت فراغ. عمرك شفت نملة واقفة؟ مستحيل. لازم تلاقي تتحرك على طول. انت ممكن تلاقي اي حشرة واقفة، ممكن تلاقي دبانة واقفة، ممكن تلاقي صرصار واقف، ممكن تلاقي ناموسة واقفة، ممكن تلاقي اي حشرة واقفة. انما تلاقي نملة واقفة مستحيل. ليه؟ مفيش وقت. الوقت منذ الآن مقصر، مفيش وقت. هو عارف كويس جدا إنه داخل على 6 شهور برد قارس مش هيخرج من مخبأه. تعالوا بقى نعكس الكلام ده علينا. معظم حروبنا من الشيطان هي بسبب الفراغ. الفراغ هو معنى الشيطان.
صعب جدا على الشيطان انه يحارب انسان مشغول. صعب، مش هيلاقي له اصلا ثغره يخش له منها. انسان مشغول باستمرار، تفكيره شغال، مش فاضي. انما الفاضي يعمل قاضي. ساعات صدقوني المشكله بتبقى في انه مفيش مشكله. صح؟ ساعات المشكله بتبقى انه مفيش مشكله. قليل من المشاكل يعطي للحياه طعم. في ناس ماشيه بالمبدا ده، قليل من المشاكل يعطي للحياه طعم. الدنيا كويسه ومفيش مشاكل، ازاي الواحد يقدر يعيش؟ في ناس كده. في ناس ممكن تلاقي الدنيا ساكته خالص، ايه ده؟ المفرش ده مش معدود، ازاي المفرش ده الحته دي اكتر من الحته دي، او الحته دي مش عارف مش معدود. مشاكل. ليه؟ فراغ. يبدا الشيطان يلعب، والفراغ هو معمل الشيطان. صدقوني تأثير حرب الشيطان يتضاءل كثيرا أمام الإنسان المشغول اللي ما عندوش وقت. أفتكر في مرة كان في لقاء مع بابا شنودة، كان في مذيعة عاملة لقاء مع بابا شنودة يعني في قناة غير مسيحية، يعني مذيعة غير مسيحية يعني. فبتقول له أنت بتعمل إيه في وقت فراغك؟ بص لها كده وقال لها أنا ما عنديش وقت فراغ. قالت له ايوه انا عارفه ان انت دلوقتي ما عندكش وقت فراغ، انا اقصد انت كنت بتعمل ايه في وقت فراغك ايام شبابك؟ بص لها كده برضه وقال لها برضه انا ما كانش عندي وقت فراغ. انسان محدد الهدف، ما عندوش وقت فراغ، يخلص مذاكره، عنده دراسه ثانيه، دراسه كتاب، يخلص دراسه الكتاب يطلع على حاجه ثانيه، يطلع على حاجه يخلصها، يبدا ياخد خلوه، تامل، يخلص يمارس رياضه، يخلص يعمل حاجه ثانيه، يخلص يعمل حاجه ثالثه. انسان مش فاضي. حتى في وقت تامله في حاجه لا يعتبره فراغ، في وقت خلوته لا يعتبره فراغ، في وقت صلاته لا يعتبره فراغ. انما الانسان اللي عنده فراغ كتير يبدا الشيطان. نتعلم من كده ايه؟ بقدر الامكان تشغل وقت فراغ، بقدر الامكان الا جدولك. انت دلوقتي في فتره كليه، في فتره مذاكره، خلصت مذاكره، اقرا حاجه، خلصت قرايه، العب رياضه، اطلع على حاجه ثانيه، خد خلوه، احفظ مزمور، احفظ تسبيحه، احفظ لحن، احفظ ترنيمه، اشغل وقت فراغك، اشغل دايما وقت فراغك. بالتالي هيكون تاثير الحرب الروحيه ضدك ضعيف جدا وقد ينعدم تماما. تاني حاجه نتعلمها قلنا ايه؟ ان النمل ذو اراده حديديه. حد فيكم جرب كده يشوف خط من النمل طالع من البحر كده وماشي هدف محدد؟ حد فيكم جرب مثلا يقطع خط النمل ده؟ طب لو قطعت خط النمل ده وغبت 5 دقايق ورجعت هتلاقي ايه؟ هتلاقيه لف حوالين الخط، عمل انفاق، عمل كباري، عمل اي حاجه، المهم انه يكمل في الخط. مستحيل تثنيه عن ارادته، هيكمل في الخط، يعني هيكمل في الخط. احنا ياما اتكلمنا عن فضائل، عن العطاء، عن التواضع، عن المحبة، ياما اتكلمنا عن فضائل. كام واحد فينا ثابر عشان ياخد او يكتسب فضيلة واحدة؟ كم واحد فينا كان محدد هدف ورغم تحديات كتيرة وصل للهدف ده؟ يبقى تاني حاجة نتعلمها انه ذو إرادة حديدية. ثالث حاجة نتعلمها من النمل انه عامل حساب خطة، لأنه يعلم جيدا أن هناك فترة شتاء لا محالة لن يخرج فيها، فهو يعمل بكل جد فترة الصيف.
عارف ان في شتاء جاي يعني جاي. بالنسبة لك انت ماذا أعددت من أجل شتائك؟ انت دلوقتي في فترة الصيف، انت دلوقتي في فترة العمل، هيجي فترة شتاء، زمن شتائك هو زمن شيخوختك. هيجي لك ضعف في الذاكرة، ضعف في النظر، ضعف في السمع. انت عملت ايه دلوقتي من اجل شتائك؟ ماذا اعددت في فترة صيفك؟ يقول الكتاب اذكر خالقك في ايام شبابك. ناس حوشت وناس استهترت، والناس اللي استهترت ما لقيتش حاجة تتسند عليها في زمن شيخوختهم. حاول دلوقتي بقدر الإمكان احفظ. دلوقتي زمن الحفظ. دلوقتي الحاجة اللي انت بتحفظها في ساعة بعد شوية هتحفظها في 4 ساعات، بعديها مش هتحفظها أصلا، مش هتعرف تحفظها. حاول تحفظ دلوقتي. انت في فترة الحفظ. احفظ لحن، احفظ تسبيحة، احفظ ترنيم، احفظ مزمور، احفظ المزامير، تحفظك المزامير. ايه المانع ان انت تحفظ مزامير دلوقتي؟ حاول كده تمسك مزمور وتبدأ تلحن فيه. المزمور اللي هتحفظه دلوقتي هو اللي هيسندك بعد كده. انما لو عديت فترة كليتك هتتسند على ايه بعد كده؟ على فكرة انت في فترة كليتك انت في اجمل فترة في حياتك. بعد الكلية هيبدأ الشغل، ضغوط الشغل صعبة، مش هتلاقي وقت بعد كده تذاكر، مش هتلاقي بعد كده وقت تحفظ. حاول دلوقتي تخزن. عايز اقول لكم تدريب اقبلوه مني كده بتواضع. انا من كذا يوم كنت قاعد على الفيسبوك وبتفرج على الصور بتاعتي وعمال ارجع بالصور من 2015 لغاية 2008 و2009. حاول كده تبص على صورك، ارجع كده بالصور واتفرج على نفسك لغاية 6 سنين أو 7 سنين فاتوا. انت كسبت ايه الفترة دي؟ ال6 سنين دي ايه اللي كسبته؟ ايه اللي خسرته؟ هتفتكر مواقف كتير حصلت في حياتك استفدت منها ايه؟ ايه الخبرات الجديدة اللي انت اكتسبتها؟ انا بصراحة حسيت بشعور غريب. انا مش هقول لكم على الشعور اللي انا حسيته، انا عايز كل واحد فيكم يحس الشعور ده بنفسه. اتفرج على نفسك كده وانت بترجع بالذكريات. انت كسبت ايه؟ ايه اللي انت كسبته خلال ال6 سنين او 7 سنين فاتوا؟ راجع نفسك. هل ال7 سنين دول كانوا سنين مثمرة في حياتك ولا ملوش قيمة؟ حوش في الصيف لأن الشتاء جاي جاي. الشتاء جاي جاي. تاني طائفة نتعلم منها يقول سليمان الحكيم الغبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر. ايه هو الغبار؟ حد يعرف ايه هو الغبار؟ بالظبط، هو حيوان صغير جدا بيعيش في المناطق الجبلية. هو حيوان أصغر من الأرنب شوية إنما أكبر من الفار. الغبار حيوان ضعيف جدا. يعني إذا كان الأرنب هو رمز الجبن فالغبار أضعف من الأرنب. تخيلوا بقى مدى الجبن اللي فيه الغبار. الغبار فيه 3 حاجات تميزه. هو عارف كويس جدا إنه ضعيف، إيديه ضعيفة جدا. لما بيجي يحفر لنفسه بياخد وقت طويل. لما يجي يحفر لنفسه حفرة عشان يستخبى فيها بياخدها في وقت طويل لأنه عارف إن هو ضعيف. تاني حاجة، نعم، لونه؟ لا مش عارف. تاني حاجة هو عارف إنه مطمع لكل حيوان مفترس. إذا كان تعبان، إذا كان أسد مفترس، هو عارف كويس إنه
لو حد طار هيتاكل. عارف انه ضعيف، عارف انه مطمع لكل حيوان لان هو حيوان بطيء. تالت حاجه هو مش سريع، يعني هو عارف انه 3 حاجات: مش سريع، ضعيف، مطمع لكل حيوان. هل معرفته بالثلاث حاجات دي ساعدته؟ طبعا. هي برضه زي ما قلنا في النمل هي اساس حياته، لانه عارف كويس ال3 معلومات دول: انه ضعيف، وانه مطمع لكل حيوان، وانه مش سريع. بيبدا يحفر لنفسه في المناطق الجبليه. فين؟ في الصخر، لانه يعلم انه ضعيف. التجأ ان يحتمي في شقوق الجبال، لانه عارف انه ضعيف. التجأ انه يحتمي في الصخر. من هو صخرتنا؟ الرب هو صخرتي، زي ما داود بيقول في المزمور. طيب، انا زي الرهاب، انا عارف اني ضعيف. انا ضعيف قدام ايه؟ انا ضعيف قدام كذا حاجه قلناها قبل كده. حد فاكر؟ قلناها هنا قبل كده. انا ضعيف قدام حاجات كتير. انا ضعيف قدام خطيتي، ضعيف قدام شهواتي، ضعيف امام اعدائي الذين اراهم، اللي هم الظاهرين والخفيين، الذين اراهم والذين لا اراهم. ضعيف امام وعودي اللي مش بقدر انفذها. ضعيف امام طبعي. ضعيف امام المرض. مرة تاني بسرعة، انا مش هعيدهم تاني، احنا قلناهم قبل كده. انا ضعيف امام خطيتي وشهواتي. انا ضعيف امام اعدائي الخفيين والظاهرين. انا ضعيف امام طبعي. انا ضعيف امام المرض. انا ضعيف امام عهودي ووعودي اللي مش بقدر انفذها. طيب، هل الضعف ده يخليني افقد ثقتي في نفسي؟ لا. فرق كبير جدا ما بين اني اعلم اني ضعيف من ذاتي، انما انا بإلهي كل شيء. انا واخد السلطان من صاحب السلطان. انا بإلهي كل شيء، انما بدون إلهي لا شيء. لازم ابقى عارف كده كويس جدا. فقدان الثقه هي اهانه لله. ان انا افقد ثقتي في الهي، يبقى انا كده بهين الهي. فرق كبير ما بين فقدان الثقه في النفس وبين احساسي بالضعف. نتعلم ايه من الوبار؟ ان نحتمي في الصخر، ومن هو صخرتنا؟ المسيح يسوع له كل المجد. يقول كده القديس أغسطينوس: لن تجد نفوسنا راحة حتى من يكمل حتى ترتاح فيك يا الله. لن تجد نفوسنا راحة حتى ترتاح فيك يا الله. يقول كده داود في المزمور: إلهنا ملجأنا وقوتنا في شدائدنا التي أصابتنا جدا. بصوا، العالم بره مليان فساد، مليان شرور. ناس كتير منكم مش عارفين الموضوع ده لأنهم ما احتكوش بالعالم. انتوا في الكلية بتذاكر تجيب مجموع تعدي السنة اللي بعديها، لكن ما احتكتش بالعالم. وبما اننا بنتكلم النهارده عن مبادئ الحياه من سفر الامثال، حابب ان انا اقول لكم الدنيا مش وردي. انت هتطلع تحتك بالعالم، العالم مليان فساد، ده واقع. بس انا عايز اقول لك حاجه: انت مش من مسؤوليتك تغير العالم. ليه؟ العالم قد وضع في الشرك. إنما مسؤوليتك أن تحفظ نفسك بلا دنس في العالم. دي مسؤوليتك. أنت مش من مسؤوليتك تغير العالم، مش من مسؤوليتك تغير الفساد، إنما من مسؤوليتك أن تحفظ نفسك بلا دنس. طوبى لمن يحفظ
نفسه بيلتمس في هذا الأمر. يبقى احنا علينا أن نحتمي في الصخر. وخلينا فاكرين أن داوود اللي بيقول على نفسه أنا الصغير بين إخوتي الأشقر مع حلاوة العينين، اللي ملوش أي خبرة في مجال الحرب، هزم جليات. اللي عنده خبرة في الحرب هزمه بإيه؟ بصخرة. هزمه بالصخرة. خلينا في بالنا دايما أن نحتمي في الصخرة. ثالث طائفة هي طائفة الجراد. الجراد ليس له ملك ولكنه يخرج كله فرقا فرقا. ايه يا سليمان، عايز تقول لنا ايه في الموضوع ده؟ عايزنا نتعلم ايه من الجراد؟ اي سرب للطيور بيهاجر على حرف تمامي، على شكل حرف تمامي، ويكون الرأس هو القائد في رأس حرف التمامي. فاهمين النقطة دي معايا؟ لما تشوف كده أي سرب في السماء هتلاقيه على شكل حرف 8، والكل بيتبع القائد اللي هو رأس الحرف ده. إلا الجراد. الجراد بيخرج بالملايين، صعب جدا تلاقي له قائد. بيخرج في مجموعات ملايين. الجراد يكتسب قوته من وجوده في المجموعة. الجرادة لو فكرت تسيب المجموعة تبقى ضعيفة إلى أبعد الحدود. الجرادة لو سابت المجموعة تبقى ضعيفة إلى أبعد الحدود. قوتها في المجموعة. مجموعة الجرادة دي بالملايين قادر أن يهلك مدن. يعني بيقضي على الأخضر واليابس، بيمحي مدن، ممكن يدخل مدن في مجاعات، بس إذا وجد في مجموعات. إنما إذا فكرت إنها تبعد عن المجموعة تصبح في غاية الضعف. هل الكلام ده ينطبق علينا؟ أنت حمايتك في جسد المسيح، ملكش أي حماية تاني. أنت حمايتك في وجودك في شركة كسر الخبز، في شركة جسد المسيح ودم المسيح، في سر الإفخارستية. إذا أنت فكرت تبعد عن الكنيسة فأنت هلاكك قريب. إذا فكرت تبعد عن جسد المسيح أنت غير محمي. أنت حمايتك في وجودك داخل حصن الكنيسة، في وجودك في شركة كسر الخبز. بره أنت هالك لا محال. خلي بالك، في آية جميلة في سفر الأمثال، سليمان الحكيم برضه يقول لنا إيه؟ 2 خير من 1، والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا. صعب خيط سهل جدا، خيط رفيع تقطعه، انما صعب لما تلاقي خيط مسلوس تقطعه. وبطرس الرسول يقول لنا صرنا شركاء للطبيعة الإلهية. احنا بنكتسب قوتنا من وجودنا مع بعض في شركة كسر الخبز، في وجودنا في جسد المسيح. بالفداء صرنا شركاء الطبيعة الإلهية. وده يفسر لنا ازاي المسيح للمجد كان بيبعتهم 2-2. تخيلوا معايا واحد عايز ينشر رسالة للعالم كله، لليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. أنت معاك 12 واحد. بالتفكير المنطقي ابعت واحد في كل منطقة. إنما المسيح للمجد أرسله 2-2. ليه؟ لأنه يعلم جيدا أن 2 خير من 1. لأنه إذا سقط واحد فالآخر يضيع.
مهم جدا أن تتواجد في شركة كسر الخبز، أن تتواجد في شركة جسد ودم المسيح. رابع طائفة هي طائفة العنكبوت. هنتعلم العنكبوت ايه؟ العنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك. بصوا العنكبوت بيفرز مادة لزجة من بقه ويبدأ بإيديه ينسج خيوط يعمل منها بيته. طيب نسألكم سؤال، هو العنكبوت يبقى متواجد في قصور الملوك ولا في الأماكن الغير نظيفة؟ بديهيا جدا انه يبقى موجود في الأماكن الغير نظيفة، لكن نلاقي سليمان يحكي لنا العنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك. معناه ايه الكلام ده؟ ليها تفسير. قصور الملوك طبعا في خدام كتير في قصور الملوك بينظفوا القصور، ورغم ذلك العنكبوت يوجد في قصور الملوك. ده يدل فيدل على الإرادة. إذا أنت وجدت عنكبوت في بيت فقير أو في بيت غير نظيف، إيه الجديد؟ ما هو طبيعي موجود. إنما تجد عنكبوت في قصور الملوك، ده يدل على الإرادة الحديدية، إنه رغم التنظيف ورغم الجهد المبذول من خدام القصر إلى أنك تلاقي بيت للعنكبوت في قصور الملوك. تاني تفسير إن العنكبوت قصور أو بيت القصر ده رمز إلى بيت الراحة. في بيوت الراحة العنكبوت يعمل. أنت في قصور الراحة ماذا تعمل؟ داخلين على فترة صيف، فترة أجازة، المصايف بقى وراحة. هل هترتاح وتنام في الخط؟ العنكبوت يعلمنا أنه حتى في قصور الراحة هو يعمل. في ناس لما تخش قصور الملوك تريح، العنكبوت يعمل. في قول أداء يقول إيه؟ يوجد أعظم خطر على أعظم قديس يهمل قراءة الكتاب المقدس، ويوجد أعظم رجاء لأعظم خاطي يقرأ الكتاب المقدس. على بالتالي يوجد أعظم خطر على أعظم قديس يهمل قراءة الكتاب المقدس، ويوجد أعظم رجاء لأعظم خاطي يقرأ الكتاب. كتير من العمالقة لما بطلوا يصلوا سقطوا، وكان سقوطهم عظيما. داود الملك اللي كان قلبه حسب قلب ربنا لما بطل يخرج للحرب عمل ايه؟ سقط، زنى وقتل. كتير من العمالقة لما بدأوا ينشغلوا على الله سقطوا، وكان سقوطهم عظيما. دول 4 حاجات نتعلم منهم. تعالوا نشوف 4 حاجات، 4 أشخاص أول ما نشوفهم تلف وشك وترجع وما تحاولش تحتك بيهم خالص. نشوف بقى سليمان هيقول لنا مين ال4 دول. الأسد جبار الوحوش ولا يرجع من قدام أحد، ضامر الشاكلة، التيس، والملك الذي لا يحارب. 4 الأسد، ضامر الشاكلة، التيس، الملك الذي لا يحارب. مشاكل كتير بتحصل لأننا بنواجه ال4 دول. طيب يا سليمان نعمل ايه؟ اوعى تواجه ال4 دول. طب هنشوف ايه هم ال4 دول. الأسد، انت لو ماشي ولقيت في آخر طريق الأسد
اوعى تفكر تقول طب اجرب اوقف، مش هتلحق في الرخص. اوعى تفكر تقول انا جدع، لا اوعى تقول انا جدع قدام الاسد. اول ما تشوفه تلف وتمشي من طريق تاني. ايه هو الاسد؟ الاسد حاجات كتير جدا. على سبيل المثال قرار تاخده في لحظة غضب. اوعى تاخد قرار في لحظة غضب، قرار تضطر انك تنفذه وانت مش قادر. في لحظة الغضب حاول تدي نفسك فترة تفكر. هحكي لكم قصة هي حصلت في العهد القديم. اسمعوا عن نبال، لو ينفع نطلع صموئيل الأول إصحاح 25. كان في واحد اسمه نبال. حد سمع عنه؟ حد يعرف نبال؟ تعالوا نقرا النص بالظبط. صموئيل الأول 25. صموئيل الأول 25 وعدد 3. هو الثلاثة عشان أحكي لكم الظروف اللي حصلت فيها الأحداث دي. داوود كان مطارد من شاول، وكان شاول عاوز يقتل داوود، فداوود هرب وكان معاه 400 جندي. فداوود وهو هربان كان في واحد اسمه نبال. داوود طلب من نبال خدمة لكن نبال رفض، ولكن الاسلوب اللي نبال رفض بيه كان اسلوب مش حكيم. فهو واجه الاسد اللي هو داوود وكان معاه 400 جندي. اللي خلى داوود يضطر انه ياخد قرار انه يفصل نبال لولا تدخل زوجة نبال. تعالوا نقرا الاحداث ونشوف اللي حصل. واسم قرار نبال دي كلمة عبري معناها أحمق. نبال معناها أحمق. واسم رجل نبال واسم امرأته أبيجايل، وكانت المرأة جيدة الفهم وجميلة الصورة، وأما الرجل فكان قاسيا ورديء الأعمال. فسمع داود في البرية أن نبال يجز غنمه، فأرسل داود 10 غلمان، وقال داود للغلمان اصعدوا إلى الكرمل وادخلوا إلى نبال واسألوا باسمي عن سلامته. يعني هو بيسأل عن سلامة نبال. فأرسل داود 10 غلمان وقال داود عدد 5 وقال داود اصعدوا إلى الكرمل وادخلوا إلى نبال واسألوا باسمي عن سلامته، وقولوا هكذا حياتي وأنت سالم. ده نوع من التحية. وبيتك سالم وكل مملكتك سالم. والآن قد سمعت أن عندك جزازين حين كان رعاتك معنا لم تؤذهم ولم يفقد لهم شيء كل الأيام التي كانوا فيها في الكرمل. يعني هو كان داود بيحمي العمال بتوع نبال، الجنود بتوعه كان بيحمي عمال نبال. اسأل غلمانك فيغدرك فيجد الغلمان نعمة في عينك. يعني هو بيسأل من نبال أن يحصل إلى غلمان داود. لأننا قد جئنا في يوم طيب فأعطي ما وجدته يدك لعبيدك ولابنك داود. فجاء الغلمان. انتم ملاحظين الاسلوب اللي داود بيتكلم بيه؟ اسلوب في منتهى الرقي. فجاء الغلمان وكلموا نبال حسب كل هذا الكلام باسم داود وكفوا. فأجاب نبال عبيد داود وقال. شوفوا بقى رد نبال. على فكرة إن كان نبال أكرم غلمان داود فهو كده بيرد جميلة داود. يعني هو مش ملوش جميلة ده، لأن داود كان بيحرس غلمان نبال، فطلب من نبال إنه يساعده. فحتى لو نبال ساعد داود فهو بيرد له جميلته.
فأجاب نبال عبيد داود وقال: من هو داود ومن هو ابن يسى؟ قد كثر اليوم العبيد. انتم متخيلين؟ يقول مين داود ده ومين ابن يسى؟ ده كتر قوي العبيد اليومين دول. كلمة يعني قاسية جدا. يعني هو ارسل واكرم غلمان ابنك داود، وهو رد عليه باسلوب عميق جدا. كمل. أآخذ خبزي ومائي وذبيحي الذي ذبحت لجازية وأعطيه للقوم لا أعلم من أين هم؟ المهم علشان ما نقراش الجزء كله، اللي حصل إن الكلام ده وصل لداود، فداود بدأ يعني يتغاظ جدا وأخذ قرار إنه يفني نبال وكل الجزازين بتوعه. وأبيجايل امرأة نبال جات، وزي ما بيقول الكتاب كانت حسنت الكلام وبدأت تكلمه بأسلوب كويس، والكلام لا يسرف الغضب، فبدأ إن داود يرجع عن قراره الآخر. نبال هو رمز الإنسان اللي وقف أمام الأسد بدون حكمة. هو تعامل مع الأسد. طب احنا نتعلم ايه من الموضوع ده؟ نتعلم اننا نتعامل بحكمة مع الناس اللي ليهم سلطان علينا. يعني انت في شغلك، انت في كليتك، في دكتور بيدرسك، في استاذ بيدرسك، حاول تتعامل بحكمة. حاول انك لا تثير غضبك. انت ممكن تاخد حقك باسلوب كويس. يعني محدش قال ان انت تتنازل عن حقك، لكن من الخطأ ومن عدم الحكمة انك تطلب حقك باسلوب يستفز اللي قدامك زي ما عمل نبال. هحكي لكم قصة بس بعيدة عن السياسة. يعني هي قصة حصلت في التاريخ. عارفين دولة الأرجنتين؟ دولة الأرجنتين موجودة فين؟ في أمريكا الجنوبية. كان في جزيرة موجودة جنب دولة الأرجنتين في المياه الإقليمية. عارفين المياه الإقليمية دي إيه؟ المياه الإقليمية دي جزء من المياه بتبقى تبع الدولة بتبقى ليها رقابة عليها. في جزيرة جنب الأرجنتين اسمها فوكلاند. الجزيرة دي تعتبر في المياه الإقليمية لدولة الأرجنتين، لكن الجزيرة دي كانت مستعمرة إنجليزية تحت سيطرة إنجلترا. وفي نفس الوقت الأرجنتين عايزة تاخد الجزيرة دي. حقها ولا مش حقها؟ حقها ولا مش حقها؟ حقها انها تاخد الجزيرة دي. طيب جه في مرة رئيس وزراء الأرجنتين في يوم الصبح أخذ قرار إنه يضرب الجزيرة دي. ضرب صواريخ على الجزيرة دي وضرب الأسطول الإنجليزي اللي بيحمي الجزيرة دي، وراح حدث على الجزيرة وأسر الجنود الإنجليز وأخذهم للأرجنتين. وأعلن في الصحف وفي الجرايد وفي وسائل الإعلام إن جزيرة فوكلاند أصبحت تبع دولة الأرجنتين. إيه رأيكم في التصرف ده؟ إنسان غير حكيم لا يعلم جيدا من يواجه. أنت تعلم جيدا إنك عسكريا أضعف من دولة بريطانيا. أنت عارف كويس كده. بدل ما تدخل في مفاوضات وتحاول تتفاهم، أنت أعلنت الحرب وأنت مش مدرك عواقب القرار اللي أنت أخذته. أنتوا عارفين إيه اللي حصل؟ 24 ساعة تاني يوم الصبح رئيسة وزراء بريطانيا كان في الوقت ده اسمها مارغريت. 24 ساعة
فوكلاند دي رجعت لإنجلترا. صواريخ نزلت على جنود الأرجنتين، أصلت كل جنود الأرجنتين، وفوكلاند في خلال 24 ساعة رجعت لإنجلترا. منظرك إيه دلوقتي؟ أنت منظرك إيه دلوقتي؟ لأنك أخذت قرار أنك تواجه الأسد. مش من الحكمة أنك تواجه الأسد حتى ولو أنت صاحب حق. حاول أنك تاخد حقك بحكمة. ده مش ضعف، إنما دي حكمة. البابا شنودة الله ينعم نفسه تعرض لضغوط من رئيس الدولة في ذلك الوقت، ضغوط عنيفة، وكان رئيس الدولة بيضغط عليه بشدة، مستني غلطة واحدة يمسكها عليه ويعرضها قدام الناس. حرب نفسية شرسة، لكن الراجل بكل حكمة ما غلطش غلطة قدام رئيس دولة متعصب. حاول بكل شراسة انه يغلطه، ولكن بكل حكمة حافظ على شعوره. انسان حكيم. مش شطارة انك تقاوم الشر بالشر، مش شطارة. طب ممكن نخلي بس التعليقات في الاخر. تاني واحد او تاني فئة تحاول تجتنبها ضامر الشاكلة. يعني ايه ضامر الشاكلة؟ ضامر الشاكلة يعني اللي بيضمر لك شكل. انسان شكل بتاع مشاكل، انسان بتاع مشاكل. بصوا تقريبا في كل مجتمع في واحد شكل، في كل مجتمع هتلاقي واحد شكل. صباح الخير، وكمان بتقول صباح الخير، في واحد كده. طيب يا سليمان يا حكيم، يا اللي اول حاجه طلبتها حكمه فاعطاك الله حكمه وفهما كثيرا. نعمل ايه مع بتاع المشاكل؟ الكتاب يقول ايه؟ على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس. على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس. طب انسان بتاع مشاكل، مبدأ مهم جدا: لا منطق مع انسان شكل. اوعى تستخدم منطق مع انسان بتاع مشاكل. طب هقنعه؟ اوعى. طب هفهمه؟ اوعى. انسان بتاع مشاكل صباح الخير سلام. لو انسان فعلا بتاع مشاكل، في ناس كده بتاع مشاكل، لا منطق مع رجل المشاكل. في ناس كده بارعين في افقادك سلامك. بارعين يعني تخصص افقاد سلام لواحد. دول اوعى تتعامل معاهم بالمنطق، مش هيفهمك. انت بتتكلم في مساحه اصلا مش في باله. انك تحاول تقنعه، اقنعني واقنعك. طب ليه؟ طب مش عارف ايه. طب ما هو من الافضل نعمل كذا. طب اوعى تستخدم المنطق مع انسان ضامر شكل. الكلام ده في كليتك، في شغلك، في مجتمعك بعد كده. طيب ثالث فئه التمييز. مين بقى التيز ده بقى؟ هو اشمعنى التيز؟ التيس هو أحد الحيوانات. طيب اشمعنى؟ بصوا في حيوانات كتير تعرف صاحبها. الكلب وفي جدا. الأسد لو روضته من صغره يصاحبك.
الأسد لو من صغره أنت روضته يصحبك. التيس أبدا، التيس فيه غباء غير عادي، قليل الذكاء إلى أبعد الحدود. التيس لا يعرف صاحبه. التيس ليه قرون حادة جدا، لو نطحك خلاص على كده. التيس طول ما انت باصص له مش هيهاجمك. اول ما تلف وشك تلاقي النطحه طرحتك ارض. التيس هو رمز للصديق الغير وفي او الصديق الغير امين. وللاسف احنا في تيوس كتير في حياتنا. في اصدقاء غير امنا في. طيب تعلمنا ايه سليمان من التيس؟ يعلمنا سليمان انك ما تحكيش اسرارك لجميع اصدقائك. وتعلمنا الكنيسه ان يكون ليك مرشد روحي، يكون ليك اب اعتراف. ما تحكيش اسرارك لانسان غير حكيم قد يستغل اسرارك لاسلالك بعد كده. مش من الحكمه انك تقول اسرارك لكل واحد، معاك في شارع خد على في سر عايز يقول. مش من الحكمه. لازم احنا بنعمل كده. اسرار كتير بنقولها لاصحاب مصاحبينهم من شهرين، مصاحبينهم من سنه. ما تقولش اسرارك لواحد ملوش سلطان عليك. وده اللي يقول الاب بطرس. يقول ايه الاب بطرس؟ لا تكشف اسرارك لمن ليس له سلطان عليك. ما تكشفش اسرارك لاي حد. مش كل من هب وده بتقول اسرارك هيستخدمها بعد كده لاسلامك. تقول اسرارك لاطرافك، تقول اسرارك لمرشدك، لواحد له اسرتي عليك، واحد ليه سلطان عليك. انما تقول لواحد صديقك ايه خبرته في الحياه، لما تفشي سر هيفيدك بايه؟ ساعات كتير الحاجات اللي بنقولها الانسان غير حكيم لعدم حكمته يضرنا كتير قوي. تضحك ليه يا بنو؟ طيب رابع واحد، انا خلاص كده خلصت. رابع واحد، الملك الذي لا يقاوم. الملك الذي لا يقاوم ليه تفسيرين زي ما قلنا. الاسد الذي لا يرجع له الوراء، وده يفكرني باللي قاله المسيح المجد في انجيل لوقا. فنطلع انجيل لوقا، طلع كده لوقا 14. في لوقا 14 عدد 31. لوقا 14 31. في لوقا 14 يقول الكتاب، يقول المسيح المجد ملك عنده 10,000 جندي رايح يحارب. ملك عنده 20,000 جندي. مش يجلس اولا ويحسب كيف يلاقي ب10,000 الذي ياتي عليه ب20,000. من الجهل والحماقه انك تقابل ملك عنده 20,000 جندي وانت عدد 31. تعالوا نقرأ. وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور هل يستطيع أن يلاقي ب10,000 الذي يأتي عليه ب20,000؟ وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو الصلح. إذا كنت أنت في حرب وهتقابل عدو معاه 20,000 جندي وأنت معاك 10,000،
هتقدر تقابله؟ طيب مش هتقدر تقابله، طب اسأل الصلح، اسأله الأول على الصلح. من الجهل انك تدخل في معركة انت عارف انك خسران، زي ما حكينا في القصة اللي فاتت. الأرجنتين كانت ضربت، انت مستوي على اسمها عشان فيها أسطول واحد، اهو السرب أساطير اتحرك دمرك. مش من الحكمة انك تواجه واحد أقوى منك. اجلس الأول وتشاور، خلي فيه حكمة في تصرفاتك. مش من الحكمة انك تقاوم الشيطان بنفسك. الشيطان ده كان رئيس طغى، كان اسمه سطنائيل. سطنائيل سقط، واحنا عرفنا سقط ازاي. عارفين سقط ازاي؟ في أشعياء بيقول كيف سقطت من السماء يا زهرة ضد الصبح، كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم، قلت في قلبك أصعد إلى السماء، أضع كرسي فوق كواكب الله، أصير مثل العلي. كبرياء. الشيطان حب يواجه ملك الملوك ورب الأرض. ليس من الحكمة أن تواجه واحد أقوى منك. كانت النتيجة أنه سقط، وكان سقوطه عظيما. طيب الشيطان ده وراه أعداد كبيرة جدا من الشياطين، تقدر تواجهها بنفسك. الأنبا أنطونيوس العظيم يقول كده بينشتي الأنطوني العظيم. الأنبا أنطونيوس يقول لي أنا أضعف من أصغركم. ده لما جه الشيطان يواجهه قال له أنا أضعف من أصغركم. تقدر تواجه الشيطان بنفسك، مش من الحكمة. إنما أنت بمسيح أنت كل شيء، أنت واخد السلطان من صاحب السلطان. تذكر دائما، أنا هنهي كلامي في المقولة دي، تذكر دائما أنت حمل، أنت حمل. لا تضع رأسك في فم الزيت ثم تقول قد افترست. أنت حمل. لا تضع رأسك في فم الزيت ثم تقول قد افترست. أنا خلصت، هراجع بسرعة 4 حاجات نتعلم منها، 4 حاجات اوعى تتعامل معاها. سفر الأمثال مليان حكمة، لو حبيتوا ممكن كل واحد فيكم يقرأ سفر الأمثال في فترة فراغه اللي اتفقنا بعد كده انها مش هتبقى فترة فراغ. تقرأ سفر الأمثال مليان حكمة. 4 حاجات نتعلم منها، 4 حاجات اوعى تتعامل معاها. ايه ال4 حاجات تتعلم منها؟ النمل، الوبار، الجراد، العنكبوت. هنتعلم من النمل 3 حاجات: شغال على طول، مفيش وقت فراغ، ذو إرادة حديدية، عامل حساب بكرة، ماذا أعددت من أكل شتائك، الشتاء جاي. طائفة الوبار يعلم أنه ضعيف، مطمع لكل حيوان مفترس، مش سريع، فبيعمل حسابه أنه يحتمي في الصخرة. ما ينساش أن داوود هزم جليات بالصخرة. طائفة الجراد لوحدها ضعيفة جدا، إنما قوتها في وجودها في المجموعة. فأنت قوتك في وجودك في الكنيسة، في شركة كسر الخبز، في وجودك في جسد المسيح. ترفع عنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك، في وقت الراحة هي بتعمل، عندها إرادة رغم كل محاولة لإفساد بيت العنكبوت إلى أنه يرجع ويبني تاني بيته. 4 أشخاص ما يتعاملش معهم. الأسد، اوعى تواجه الأسد وتقول أنا جدع، اوعى. ضامن الشاكلة الإنسان اللي بيضمر لك مشاكل. 3 واحد الصديق الغير أمين والغير حكيم. 4 واحد الملك الذي لا يقاوم. لإلهنا كل المجد والكرامة من الآن والأبد.
في سؤال بيقول في كلامك قلت أنا مش كل حاجة أقولها لأصحابي المقربين، إزاي ده يتوازن مع الآية الصديق الأمين معقل حصين ومن وجده وجد كنزا؟ الكلام ده ما يتنافاش مع اللي أنا قلته، الصديق الإيه؟ الأمين. الموضوع يرجع ليك ويرجع ليك. الموضوع عايز حكمة أن تأتمن الصديق. الآية بتقول الصديق الأمين ومن وجده وجد كنزا. إذن لا تأتمن صديق غير أمين. يعني هي الآية دي لا تتعارض مع الكلام اللي أنا قلته، بالعكس دي تؤكد الصديق الأمين معقل حصين ومن وجده وجد كنزا. أنت أسرارك بتحكيها لمين؟ هل أنا ما قلتش أنت ما تحكيش لأصحابك، لكن احكي لصديق أمين أنت تأتمن، أنت واثق إنه صديق أمين. إن وجدت الصديق الأمين فأنت وجدت حسن، أنت وجدت معقل حصين، أنت وجدت كنز. ده يؤكد كلامي. حد عنده أي سؤال أو استفسار؟ بعض الآيات قالوا الواحد خد سفر رسالة. بعض الآيات وقل بعض الآيات قال إن الواحد لو خد كل يوم سفر أصحاح لإقرار بجانب القانون الروحي يا ريت. هو سفر أمثال 31 أصحاح، يعني كل يوم ياخد أصحاح يبقى حلو قوي. وهو مليان خير بصراحة. أنا عايز أفكركم سليمان الحكيم أول ما لقى ملك طلب حاجة واحدة، طلب حكمة. ما طلبش مال ولا طلب سلطان ولا طلب أي حاجة، وطلب حكمة. بيقول الكتاب أعطاك الله حكمة وفهم كثير. سفر الأمثال مليان حكمة، مليان حكمة بصراحة. حاولوا تقروه هتستفيدوا كتير، هتستفيدوا خبرات كتير تفيدكم بعد كده في حياتكم العملية. حد عنده أي سؤال أو استفسار أو تعليق؟ نرنا بتقول الإنسان اللي هو بتاع مشاكل ازاي اتعامل؟ هل ان انا ابعد عنه واتجنب الشيطان؟ بص اقول لك الانسان بتاع المشاكل هو متعب للنفس جدا، ممكن يدخل الواحد في صراع نفسي ويدخله في اكتئاب. في ناس بارعه في افقاد سلامك. طب الحل ايه؟ هتدخلي في مجادلات؟ طب ما الكتاب بيقول ايه؟ اما المباحثات الغبيه فاجتنبها. هتدخلي في جدالات ونقاش، طب اثبتي، طب قولي، طب ليه ما قلناش كذا؟ طيب ما هو من الافضل ان نعمل كذا. ارهاق للنفس فظيع، ارهاق نفسي وعصبي الى ابعد الحدود. ممكن واحد يبات ليالي ما ينامش بسبب تعب نفسي. طب ليه؟ وتكون سبب الموضوع ده لا يذكر. زي ما قلت في الأول، ساعات المشكلة في أنه لا توجد مشكلة. صعب جدا الإنسان المشغول يبقى عنده مشاكل من النوع ده. الشيطان صعب يدخل له يعمل له مشكلة. ليه؟ مش فاضي باله مشغول، عنده مذاكرة، ورا المذاكرة عنده دراسة معينة، دراسة كتاب، ورا الدراسة عنده نشاط معين، رياضة مثلا معينة، ورا الرياضة عنده تأمل في حاجة معينة، ورا التأمل عنده اجتماع معين، بعد الاجتماع عنده مش عارف ايه. إنسان مشغول مش فاضي. إنما الإنسان بتاع المشاكل ساعات أو غالبا بيبقى هو فاضي، فبيبتدع المشاكل عشان يدي للحياة طعم. يعني ايه فاضي؟ ازاي البريد دي معموله كده؟ طب ما احنا الافضل ان احنا نعملها كده. هي دي تفرق في خلاص نفسك لو اتعملت كده ولا اتعملت كده. هل المخرج ده مثلا ولا مش معدول؟ لا الحته دي اطول.
ساعات كتير تبقى المشكلة في إن ولدوه مشكلة تجنبي، لا دي سلامة نفسك. مش لدرجة غلبة، صعب الغلبة، بس على قدر الإمكان حاول أنت ما تتأثريش بالسلب منه. في أي سؤال تاني؟ اتفضل. كلامك مظبوط، بس انا عايز اقول لك حاجه. طبعا كل ما قربنا من ربنا كل ما مش هنسكت طبعا. انما الاباء بيقولوا ايه؟ ان جاب الشيطان في حرب روحيه حاول تجهد نفسك في مطنيات، حاول تجهد نفسك في صلوات هتشغل بالك، فيبقى صعب ان هو يخش. طبعا هو الحروب هتزيد، الحروب هتبقى اعنف، وكل ما تشغل نفسك كل ما انت ما كانش الحرب ليها تاثير عليك ويبدا يحارب اكتر. بصي، كل ما انت شغلتي نفسك كل ما الحروب زادت، انما قل تاثيرها عليك. فاهمين؟ يعني انا ما قلتش ان الحروب مش هتزيد، الحروب هتزيد انما تاثيرها يضعف. فاهمين؟ يعني انت شاغله نفسك باستمرار في اجتماعات، في الكنيسه، في الصلاه، في حفظ المزامير، طبعا الحروب هتزيد وكل ما شغلتي نفسك اكتر كل ما الحروب هتزيد، بس تاثيرها يبقى ضعيف. ليه؟ لان انت مشغوله مش فاضيه. تبداي تفضي ويحصل فطور روحي، يبدا الشيطان بقى يمرمط فيك. دكتور ايمان عبد الطريق، يعني هو الشيطان طبعا مش غبي، فهو بيتعامل باسلوبين. الاسلوب الاولاني ان هو بيبتدي يهاجم زي ما ابتدى يهاجم السيد المسيح 40 يوم يتكلم الانجيل ويقول ان هو فضل 40 يوم يجرب بيه السيد المسيح. ماشي؟ بس في اخر بعد كده لو خدنا بالنا ان في اخر جزء من الانجيل ده قال ايه؟ فرقه ابليس لعين. ليه؟ لان برضه ابليس مش غبي، لان هو بيزود الحرب فانت بتزود الجهاد. انت بتزود ان انت بتجاهد ضد الخطيه، زي ما قال دكتور حسين دلوقتي انا بثبت اكتر، لا انا عايز اجاهد اكتر. فيبقى من قمه الغباء عنده ان هو يزود الحرب اكتر، لو زود اكتر انت عمال ايه؟ تثبت اكتر. وبالتالي تاثير الخطيه زي ما قال دكتور حسين عمال ايه؟ يضعف. تمام؟ رغم ان في حرب. فعشان كده ايه اللي بيحصل؟ بيفرقك الى حين لحد ما يلاقي ثغره وترتاح وتطمن زي ما حصل مع داوود النبي. تمام؟ ترتاح وتطمن هوب ايه؟ دخل وقع. تمام؟ عشان كده الشيطان بيلجأ للاسلوبين. الاسلوب الاولاني دي بتبقى في البدايه، الحرب بتزيد ويشوف رد فعلك ايه. والاسلوب الثاني وده بيبقى خبيث شويه ان هو يسيبك يبعد عنك شويه لحد ما يلاقي ثغره يدخل منها ويروح ايه؟ ضرب ساعتها. ماشي؟ تفضل تعليق او سؤال؟